السيدة الفاضلة توكل كرمان المعنية أو المسؤولة عن تقييم المحتوى في منصة الفيسبوك. بعد التحية والسلام أتوجه إليك في هذا الخطاب الرسمي المرئي المباشر، عارضا انتقاداتي الشديدة لمنصة الفيسبوك ولشخصك الكريم، نتيجة يعني مصادرة حريتي وتضييق الخناق على سلوكي في الفيسبوك، نتيجة انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني PKK، وتفسير المسؤولين والمعنيين على تقييم المحتوى، تفسيرهم الخاطئ المغلوط وغير المبرر لهذه الانتقادات على أنه هي عبارة عن تسويق وترويج للتنظيمات الإرهابية والعنفية. معروف يعني للقاصي والداني أن الكثير من التنظيمات ومنها حزب العمال الكردستاني مدرجة على لائحة التنظيمات الإرهابية في الوسط الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أنا ككاتب وشخصية عامة ولدي الحق في ممارسة حريتي في إبداء الرأي والنقد، سواء تعلق الأمر بحزب العمال الكردستاني أو بأي نظام سياسي آخر أو بأي حزب أو أي تنظيم. لكن أنصار هذا التنظيم موجودون ونشطون بكثرة على منصة الفيسبوك ومنصات أخرى، يعني في السوشيال ميديا. لا يرضيهم انتقاداتي لهذا الحزب، فيقومون يعني بإرسال تبليغات على مناشيري. ومنصة الفيسبوك أو المعنيون بتقييم المحتوى يقبلون بتلك التبليغات، خاصة يعني الذكاء الاصطناعي في الفيسبوك الذي يعتمد على الصور أو بعض العبارات أو بعض الكلمات، يعني لا يجيد الفصل بين النقد والترويج والمديح، بدليل أنني أرى والكثيرون مثلي أن منصة الفيسبوك تعج بصور عبد الله أوجلان وصور قيادات حزب العمال الكردستاني ورموز قيادات حزب العمال الكردستاني وصفحات وفيديوهات وحتى قنوات الإعلامية التابعة لهذا الحزب له، يعني تلك القنوات لها منصات على الفيسبوك تسوق وتروج لهذا الحزب. طبيعي. لكن عندما ينتقد هوشنكوسي هذا الحزب أداءه السياسي والعسكري والأمني والإعلامي بشكل موثق، يصار إلى تضييق الخناق على هوشنك من قبلكم ورضوخا وإذعانا التبليغات الكيدية التي تصلكم من أنصار هذا الحزب. وبالتالي يعني وجدت نفسي مضطرا أن أتوجه إليكم بشكل رسمي ومباشر، مقدما اعتراضي الشديد على الذكاء الاصطناعي الموجود في المنصة، وانتقادي واعتراضي الشديد على المعنيين بتقييم المحتوى. يعني لديكم بخاصة يعني سواء كان هذا المحتوى باللغة الكردية أو باللغة العربية. بصراحة وبحكم تجربتي مع الفيسبوك أرى أنه المعنيين بتقييم المحتوى العربي إما جهلة وبحاجة إلى كورسات وورشات عمل وإعادة تأهيل لكي يفصلوا ما بين النقد والمديح لأي تنظيم سياسي معين، ليس فقط حزب العمال الكردستاني. أما هم جهلة لا يفقهون في
فرز النقد عن المديح، أو هنالك فعل عمد في الموضوع. وأن حزب العمال الكردستاني اخترق هذه المنصة عبر بعض الموظفين والمسؤولين عن تقييم المحتوى. إن كنتم راضين عن هذا الأداء، وأنتم يعني تطرحون دائما استمارات واستبيانات لتقييم الأداء وتقييم المحتوى، إن كنتم راضين على هذا السلوك، تضييق الخناق على حرية النقد والرأي، يعني مع يعني واعتبار ذلك انتهاك لمعايير الفيسبوك، فهذا يعني له كلام. أم إذا لم تكونوا راضيين، ويفترض أن تنصتوا لهذا الفيديو وتتفاعلوا معه بشكل إيجابي، ويعني تحاولوا أن تجدوا حلولا منصفة وناجعة لهذه المشكلة، وهي ليست فقط مشكلتي، مشكلة كل الذين ينتقدون هذا الحزب، مع توظيف بعض الصور في سياق النقد وليس في سياق المديح. هذا يعني في تقديري سلوك غير ديمقراطي، وسلوك لا ينم عن وعي، يعني تقييد حرية الرأي وحرية النقد ضد تنظيم أو حركة سياسية أو جماعة سياسية مصنفة لديكم أيضا، يعني على أنها جماعة محظورة، أو جماعة عنفية، أو جماعة تمارس الإرهاب بحق آخرين والمختلفين. هذا أيضا يعني السلوك الترهيبي لحزب العمال الكردستاني تسرب إلى السوشيال ميديا، بدليل يعني هذه الصفحة أو هذا الحساب الذي يعني ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو، هو ربما الرابع أو الخامس لي، لأنه أنصار الحزب دائما يعني لا يكلون ولا يملون من عملية كم الأفواه أو كتم الأصوات الناقدة لسلوك ولأداء الترهيبي. فإذا يعني استمر الوضع على ما هو عليه، هذا يعني أن الفيسبوك أيضا صار مؤسسة تابعة لحزب العمال الكردستاني، أو مؤسسة خاضعة لتأثير ولمجموعات الضغط التابعة لحزب العمال الكردستاني. أتمنى أن يصار إلى مراجعة هذا الأمر بالسرعة القصوى، وإعادة النظر في الموظفين المعنيين بتقييم المحتوى باللغة العربية واللغة الكردية واللغة التركية، وحتى الإنجليزية، كل ما هو متعلق بنقد حزب العمال الكردستاني ورفض التبليغات الكيدية والتدقيق فيها. خاصة أنه أنا رفضت بعض القرارات، وأتاني الرد أنه لا، نحن قيمنا، أعدنا النظر في المنشور ورأينا أنه هذا المنشور ينتهك معايير الفيسبوك، يعني في اللحظة والتو بسرعة. يعني المسؤولين عن المحتوى ردوا علي، وسأنشر نهاية هذا الفيديو بعض الصور التي تثبت ذلك. بالمحصلة، أتمنى أن تبقى منصات التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك المتنفس، يعني المتبقي لكل الكتاب والمبدعين الذين يحاولون التعبير عن رأيهم، عن أفكارهم وانتقاداتهم حيال ظواهر سياسية ثقافية سلبية تؤثر سلبا على حيوات الأفراد والمجتمعات. بصراحة أنا تأتيني الكثير من التهديدات عبر منصة الفيسبوك ومنصات أخرى من السوشيال ميديا، لكن أردت أن أخصص هذا الفيديو كي أتوجه إليكم بشكل رسمي وعلني ومباشر، ولا أكتفي فقط يعني الاعتراض على ما يجري
في الفيسبوك على منصة الفيسبوك، لكن أردت توثيق ذلك في هذا الفيديو على أمل أن يُصار إلى معالجة الأمر بالسرعة القصوى، وعدم الأخذ بالتبليغات الكيدية من جهة، وإعادة تأهيل للمسؤولين عن تقييم المحتوى سواء باللغة العربية أو اللغة الكردية أو التركية، وكل ما هو متعلق بنقد حزب العمال الكردستاني، حتى ولو تم توظيف بعض الصور التي يظهر فيها أوجلان أو قيادات هذا الحزب، على أمل إيجاد حل منصف وعادل وناجع لهذه المشكلة. ودمتم بخير.